مش هتحضر لنا العشاء ولا ايه يا فريال؟ حالا العشاء هيكون جاهز. بابا أنا عايزة فلوس أشتري بسكوت. لا مفيش فلوس، اتعشي ونامي انت واختك. انا عارف بس بنات ايه وهم ايه. انا كنت عايز ولد يجي لي بنتين، اعمل بيهم ايه بس؟ اسمعيني بقى يا فريال، انت تروحي للدكتورة بكرة وتشوفي انت حامل في ولد ولا بنت. طب وايه المشكلة؟ هتفرق في ايه ولد ولا بنت؟ لا لو طلع ولد هعمل فرح طبعا وهبقى فرحان جدا، لكن بقى لو طلعت بنت هطلقك. انا عايز ولد مش عايز بنات. يعني هتطلقني لو جبت بنت تاني؟ هو بإيدي يعني؟ ربنا اللي بيريد ولد ولا بنت. ماليش دعوة، انا قلت اللي عندي يا فريال. هطلقك وارميك انت وبناتك بره، سامعة ولا لا؟ مش عايز اكل، سديته نفسي. يلا يا فريال عشان نروح للدكتور هنشوف ده بقى ولد ولا بنت. هنروح بدري كده يا كمال؟ ايوه يلا. لو سمحت يا دكتورة، انا عايزك تشوفي المدام حامل في ايه، ولد ولا بنت. حاضر، اتفضلي معايا يا مدام. يا رب يكون ولد. ما شاء الله يا مدام، انتي حامل في بنت، هتبقى بنتي زي القمر، زيك طبعا. انت بتقولي ايه يا دكتورة؟ بنت؟ ده هيطلقني. انت هتطلقها ليه يا أستاذ؟ هو بنت ولا ولد ده بإيديها، ده بأمر ربنا. انا كده مخ كده، المرة دي قلت لها انا عايز ولد وبرضه مفيش فايدة، هتجيب بنت. يلا على البيت يا مدام. بعد اذنك يا دكتورة، اما اشوف بقى هعمل ايه في المصيبة دي. انا قلت لك عايز ولد، هو انت ما بتفهميش؟ عايز ولد يشيل اسمي ويشتغل في التجارة ويمسك شركاتي. هعمل ايه بالبنات انا؟ يا كمال مش ربنا اللي عايز كده؟ اسمعي بقى بقولك ايه، انا هخرج وارجع بعد ساعتين الاقيكي خدت هدومك وخدت البنات ومشيتي. انت عايز تطردنا وترمينا في الشارع يا بابا عشان احنا بنات؟ سامع يا كمال؟ يهون عليك بناتك. والله انا قلت اللي عندي، انا هطلقك واتجوز واحدة غيرك هي اللي هتجيب لي الولد. ساعتين وارجع ما الاقيكمش في البيت. هنعمل ايه دلوقتي يا ماما؟ ما تزعليش يا ماما، احنا هنفضل معاكي ومش هنتخلى عنك ابدا، وبكره يعرف قيمتنا وقيمتك. معلش يا بنات، احنا هنروح على بيت جدكم القديم هنقعد فيه. معلش بقى، هو بيت صغير وضيق بس احنا هنخليه جنة. مش مهم المكان يا ماما، المهم ان احنا نبقى جنبك. يلا يا بنات نطلع نحضر شنطنا ونمشي. ده البيت مبهدل قوي يا ماما، ومليان كراكيب كتير. معلش يا بنات، هو البيت فعلا مليان كراكيب ومطرب، مقفول من زمان بقى. دلوقتي هنساعد بعض وننضفه ونفرشه. احنا هنساعدك يا ماما ونخليه نضيف قوي. يا ريت يا ماما ما تزعليش، بكره كمال يعرف ان مفيش احن من البنات. يلا بقى يا ماما عشان نبتدي ننضف البيت. شايفين البيت يا بنات اما ترتب ونضف بقى حلو ازاي؟ الحمد لله يا ماما انه نضف، ده كان متبهدل قوي. معلش انا عارفه ان انتوا تعبتوا، يلا نطلع بقى ناخد دش ونغير لبسنا بعد التراب والبهدله دي. فريال يا فريال، ايه ده؟ واضح ان هما مشيوا. احسن، انا قلت لها عايز ولاد تجيب لي بنات، خلي بقى البنات ينفعوها. انا هتجوز واحدة تانية، ولو جابت لي بنت هطلقها وهفضل اتجوز لحد ما اجيب ولد. اما ادور بقى على عروسة من دلوقتي. لو سمحت يا دكتورة، عايز اعرف المدام حامل في ولد ولا بنت؟ تاني يا أستاذ هتقول ولد ولا بنت؟ مش كفاية طلقت مراتك الأولانية، هتطلق دي كمان؟ ايوه انا حر، لو طلعت بنت هطلقها. أرجوكي قوليلي يا دكتورة ولد ولا بنت؟ والله أنا مش عارفة أقولك إيه، بصراحة هي بنت. طمنيني يا دكتورة. ايه ده؟ انت بتعيطي؟ يبقى بنت. انت طالق يا مدام. ما تزعليش يا مسكينة، حد يتجوز راجل زي ده؟ إيه ده يا أستاذ، هو أنت اتجوزت تاني؟ ايوه اتجوزت تاني. ممكن بقى تعرفي لي ولد ولا بنت؟ أنت مش طبيعي أبدا، اتفضلي معايا يا مدام. ها يا دكتوره قوليلي ولد ولا بنت؟ أحب أقولك من دلوقتي إنك هتتطلقي يا مدام، اعملي حسابك إنك هترجعي على بيت أهلك. معقول هتطلق؟ أيوة يا حبيبتي، مش أنت حامل في بنت؟ يلا يلا عشان يجيب اللي بعدك. ها يا دكتورة طمنيني.
انتوا ساكتين ليه؟ والله مش عارفة أقولك إيه. طلقها. انت بتقولي طلقها يبقى بنت، انت طالق يا مدام. معلش يا مسكينة، مش عارفة أقولك إيه، بس ده مجنون قوي. اما ادور على عروسة. أنت اتجوزت تاني؟ قصدي خامس. ايوه، اتجوزت تاني وهفضل اتجوز لحد اما اجيب الولد. اتفضلي معايا يا مدام. والله انت صعبانة عليا يا مسكينة، لو طلعت بنت هيطلقك. عارفة لو طلعت بنت هيطلقني. طيب اما انت عارفة كده بتتجوزيه ليه؟ اصله غني ومعاه فلوس كتير قوي. طيب اما شغل جهاز الأشعة. الحمد لله يا مدام، حظك حلو، ولد ولد. بجد يا دكتورة متشكرة قوي. ايه الاخبار؟ طمنوني، ولد ولا بنت؟ حظك حلو يا أستاذ، المرة دي ولد. ولد ولد يا كمال. يا حبيبتي يا سلوى، هتجيبي لي الولد. يا ريتني كنت اتجوزتك من زمان. اطلبي كل اللي نفسك فيه، كل اللي انت عايزاه هيكون عندك. كل اللي انت عايزاه يا سلوى هعملهولك، كله عشان خاطر عيون الولد ابني. انا عايزه البيت ده يتكتب باسمي، وعايزه حساب في البنك. يا سلام عيوني، من بكره البيت ده يتكتب باسمك ويكون عندك الحساب في البنك يا ام الولد. وبعدين يا يارا هنعمل ايه؟ احنا لو ما دفعناش المصاريف هيطردونا من المدرسة. ماما هتزعل قوي. ايه يا بنات مالكم داخلين زعلانين ليه كده؟ هو حصل حاجة في المدرسة؟ بصراحة يا ماما المس قالت لنا لازم ندفع المصاريف وإلا هنطرد من المدرسة. يا حبايبي طب وزعلانين ليه كده؟ انا هتصرف، ما تشيلوش هم حاجة. يعني انت مش زعلانة يا ماما؟ لا يا حبايبي مش زعلانة، وما تضايقوش نفسكم، ادخلوا يلا. ماما أنا عارفة إن حضرتك بتقولي لنا كده، انت مش هتعرفي تتصرفي ولا حاجة، هتتصرفي منين يعني؟ احنا ممكن يا ماما نشتغل ونساعدك ونقدر نصرف على نفسنا وندفع مصاريف المدرسة. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا قلت لكم هتصرف. هتتصرفي منين يا ماما؟ ما احنا عارفين كل حاجة، ده الفلوس بتقضينا أكل بالعافية. خلاص بقى يلا روحوا غيروا لبسكم عشان تاكلوا. الو. ايوه مين؟ انا فريال مراتك يا كمال. عايزه ايه يا فريال؟ اوعي تكوني عايزاني اجي اشوف البنت اللي انت ولدتيها. لا يا كمال ما تقلقش، البنت ماتت اول ما اتولدت، انت حتى ما سالتش عليا ولا على مصاريف الولاده ولا على بناتك عايشين ازاي. انا عايزه مصاريف المدرسه للبنات عشان هيطردوا من المدرسه، ممكن تدفعها لهم، هم بناتك برضه ومحتاجين المصاريف. انا ما عنديش بنات، دول بناتك انت، انا ماليش دعوه بيهم. انا مراتي الجديده جابت لي الولد خلاص، مش عايز حد يجيب لي سيره البنات، انا ما عنديش بنات خالص. بتقفل في وشي يا كمال. ماشي، طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا مفيش قدامي غير اني ابيع الحلق الذهب بتاعي، دي اخر حاجه باقيه. يلا كلوا انتوا بقى اتغدوا، وانا هروح مشوار صغير وارجع لكم. هتروحي فين يا ماما؟ قلت لكم مشوار صغير وهرجع لكم. سارة، أنا زعلانة قوي إن بابا طردنا من البيت وسايبنا الفترة دي كلها ومش بيسأل علينا. وايه اللي يزعلك يعني يا يارا؟ ما هو طول عمره بيعملنا وحش، كان شيء متوقع انه في اي وقت هيطردنا. بس يسيبنا كده متبهدلين من غير فلوس وماما تعبانة عشاننا. هو مش بيفكر غير في انه يخلف ولد. كنت فين يا ماما؟ خلاص يا بنات، انا جبت لكم الفلوس اللي هتدفعوها بكره مصاريف المدرسه، مش عايزاكم تبقوا متضايقين خالص. بجد يا ماما ربنا يخليكي لنا. طيب انت اتصرفتي ازاي يا ماما؟ اتصرفت وخلاص بقى. ايه يا كمال، انت هتفضل شايل الولد كده طول اليوم؟ سيبه ينام في السرير شويه. ينام في حضني، هفضل شايله طبعا، ده انا ما صدقت جالي الولد. ايه ده بيكح، انا لازم اوديه للدكتور. دي كحه عاديه مش تعبان، هتوديه للدكتور ليه بس؟ لازم الدكتور يشوفه عشان يطمنا عليه. صدقني دي كحه عاديه ما فيهاش حاجه. لا وبعدين انا مش هوديه للدكتور، انا هتصل بالدكتور يجي هنا، انا هتصل باحسن دكاتره. معقول يا كمال للدرجه دي؟ طبعا ده ابني، ده اغلى حاجه في الدنيا كلها. طيب بقول لك ايه يا كمال، ممكن تكتب لي الشاليه الجديد اللي اشتريته؟ من عينيا طبعا يا حبيبتي هكتبهولك. عايزك بقى تخلفي ولد كمان واتنين وتلاته واربعه، عايز البيت كله مليان ولاد. حاضر يا كمال. ألف سلام عليكي يا ماما، احنا لازم نوديكي للدكتور يا ماما. لا دكتور ايه يا بنات، انا هبقى كويسه. لا يا ماما انت تعبانة قوي. لا يا حبايبي ما تقلقوش عليا، انا هنام شويه وهبقى كويسه، روحوا انتوا بس ذاكروا يلا. هنعمل ايه يا سارة؟ ماما تعبانة قوي ولازم نجيب لها الدكتور ولازم نشتري لها دواء. مش عارفه هنعمل ايه يا يارا، هنجيب فلوس منين؟ هقولك فكره،
تعالي نروح لبابا. بابا؟ هنروح لبابا نقول له ايه؟ هو فاكرنا اصلا؟ معلش هنعمل محاولة، جايز يدينا فلوس، ما احنا لازم نجيب دكتور ودواء. تعالي معايا. وانت اللي على الباب بترن الجرس مستعجل على ايه؟ مش شايفني بلعب مع مازن ابن حبيبي؟ اما اقوم اشوف مين. ايه ده؟ هو انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ وحشتنا يا بابا، معقول ما تسألش علينا كل الفترة دي؟ ايوه يا بابا، نهون عليك واحنا بناتك. انا قلت لكم 100 مره ما عنديش بنات، انا كفايه عليا مازن حبيبي، هو ده الولد اللي هيشيل اسمي، مش انتوا عايزين ايه؟ يلا امشوا من هنا. ماما تعبانة يا بابا، وكنا عايزين فلوس عشان نوديها للدكتور. دكتور وانا مالي؟ هي مش مخلفه بنات؟ ابقوا انفعوها انتوا بقى، يلا امشوا بقى، خلوني اقعد مع ابني حبيبي. هنعمل ايه دلوقتي يا سارة؟ احنا هنروح المستشفى نحكي للدكتور حكايتنا، وهو يكشف على ماما ويديها الدواء. ماشي، يلا بينا. مازن فين يا سلوى؟ اكيد خرج مع اصحابه يا كمال. واتاخر كل ده ليه يا هانم؟ مش تاخدي بالك من ابنك؟ الولد عايز يغير جو، هعمل له ايه يعني؟ هو مش عنده امتحانات ومذاكره؟ يعني المفروض يذاكر. انا سبته يغير جو، انا مش عايزه اعصابه تتعب، ده ابني الوحيد. يا حبايبي ربنا ينجحكم يا بنات واشوفكم احسن حاجة في الدنيا. انا هعمل لكم حاجة تشربوها عشان تفوقوا كده وانتوا بتذاكروا. لا يا ماما، ما تتعبيش نفسك، حضرتك راجعة من الشغل تعبانة. التعب ده كله هيروح ومش هحس بيه اما تفرحوني بالنتيجة. ان شاء الله يا ماما هنفرحك وهندخل احسن كلية. يا رب يا حبايبي، الشغل والتعب يهون عشان خاطركم. اهو مازن جه اهو. كنت فين كل ده يا مازن؟ انت مش عندك امتحانات والمفروض تذاكر؟ امتحانات ايه يا بابا؟ ما حضرتك كل سنة بتدفع فلوس للمدرسة عشان ينجحوني، مش مهم الامتحانات خالص، ادفع لهم بقى عشان ينجحوني السنة دي. وانت مش هتذاكر خالص؟ وايه ده؟ ايه ريحه الدخان دي؟ تعالى كده وريني بقك. ماله بق يا بابا؟ مفيش حاجة. ايه ده؟ انت بتشرب سجاير؟ سجاير ايه بس يا بابا؟ هو ده ابنك اللي انت واخده بالك منه؟ الواد بيشرب سجاير من دلوقتي، ممنوع عنه المصروف ومفيش خروج من البيت. ليه بس كده يا كمال؟ الولد عايز يعيش سنه، مش هنقدر نمنعه يعني. بقى انا كنت عايز اخلف ولد عشان يطلع راجل ويشيل اسمي ويشيل معايا الشركات بتاعتي واعمالي، يطلع كده ده هيضيع كل فلوسي وثروتي. يعني هنعمل له ايه يعني؟ هنرميه في الشارع عشان كنت عايزه يطلع راجل؟ انا هتصرف بقى واربيه بمعرفتي. هات يا ولد مفتاح العربيه والموبايل. لا يا بابا ما ينفعش، انا ما اقدرش استغنى عنه. انت بتكسر كلامي. طيب انت بتضربني يا بابا؟ انت بتضرب الولد يا كمال؟ انا هاخده واسيب لك البيت وامشي، مش هتشوفنا تاني. انت اللي بوظت الولد، خليه بقى يطلع ابن امه بدل ما يطلع راجل ويشيل المسؤوليه. بلا مسؤوليه بقى، بلا كلام فاضي. هو انا هزهق الولد واضايقه؟ اطلع يا مازن على اوضتك دلوقتي. دلعيه كمان لحد الولد ما يبوظ ويبقى فاسد. باركيلي يا ماما، النهارده استلمت اول مرتب من شغلي في المستشفى. مبروك يا بنتي، مبروك يا حبيبتي يا دكتورة سارة. الله يبارك فيكي يا ماما. تحبي بقى اشتري لك ايه اول هديه من مرتبي؟ انا مش عايزة حاجة يا حبيبتي، انا كل اللي انا عايزاه اشوفك فرحانة ومبسوطة انت واختك، ونفسي كمان يارا هي كمان تخلص كلية الهندسة وتشتغل مهندسة وتقبض مرتب وابقى اطمنت عليكم يا بناتي. ربنا يخليكي لنا يا ماما، انت تعبتي عشاننا كتير قوي، كفايه بقى عليكي شغل كده، انت مش هتروحي تشتغلي في المحل تاني يا ماما، خلاص انا بقبض مرتب كويس ونقدر نعيش منه. ربنا يخليكي ليا يا بنتي انت ويارا اختي، ويسعدكم يا حبايبي. مازن فين يا سلوى؟ الولد عنده امتحانات ثانويه عامه وانت سايباه كده يلف ويخرج وانا قايل ما يخرجش ابدا. والله انت حر بقى في اللي بتقوله، ده بيتي واعمل فيه اللي انا عايزاه واسيب ابني يخرج براحته ويرجع براحته. بيتك ازاي يا سلوى؟ ده بيتي. انت نسيت ولا ايه؟ انت كتبت البيت باسمي بعد ما ولدت مازن على طول. بقى كده يا سلوى؟ يعني بعد ما اتجوزتك ولميتك من الشارع وعيشتك في بيت نظيف وفلوس وعيشه ما تحلميش بيها تقولي كده؟ والله انا بقى اللي خلفت لك الولد. ولد؟ يا ريتك ما خلفتيه، ده فاسد ومشاكله كتير ما بتخلصش. الو؟ ايوه انت الاستاذ كمال؟ ايوه انا كمال. خير في حاجه؟ احنا اسم الشرطه، ابنك اتقبض عليه وهو بيشرب الممنوعات مع شله من اصحابه كلهم مقبوض عليهم. ايه ابني؟ انا جاي حالا. عاجبك كده؟ ابنك اتقبض عليه وهو بيشرب. ايه يا خبر؟ طب يلا نروح له الاسم بسرعه. انا دلعتك، ما حرمتكش من حاجه، كل الفلوس اللي انت عايزها كنت بتاخدها وفي الاخر تعمل كده.
تفضحنا وتشرب. انا معرفتش اربيك وامك دلعتك. الحل ايه دلوقتي يا حضرة الضابط؟ هو دلوقتي هيخرج بكفالة، هتدفع له مبلغ وهتتحول قضية وتقوم له محامي بقى يترافع عنه في المحكمة. يعني هناخده ونمشي يا حضرة الضابط؟ ايوه، بعد ما تدفعوا الكفالة وتخلصوا الاجراءات، ويا ريت تربوا ابنكم كويس. ادفع له الفلوس بسرعة يا كمال. يلا يا بابا ادفع لي الفلوس، انا مش عايزه استنى هنا دقيقه واحده. بقى انا كمال رجل الاعمال المعروف اجيب ابني من الاقسام؟ قال وكنت عايز اخلف ولد، يا ريتني ما خلفتك. انت مش هتخرج من البيت خالص، وممنوع من المصروف، مفيش عربيه وحتى مفيش مدرسه. لا بقول لك ايه يا كمال، انت عايز تضايق الواد وتجيب له اكتئاب، وايه المشكلة يعني اما يشرب؟ انت اتجننتي؟ انا هطلقك واطردك بره وهربيه بقى بمعرفتي. لو مش عاجبك امشي وسيبنا ابني ويعمل اللي هو عايزه، ده بيتي. بقى كده ماشي يا سلوى. انا استاهل اللي يجرالي. قلبي، انا تعبان تعبان، الحقوني. ايه ده بابا؟ انت ساره بنتي؟ بنتك؟ انت دلوقتي بتقول بنتك؟ ايوه يا بابا، انا دلوقتي في المستشفى الدكتورة سارة اللي هكشف عليك. دكتوره؟ انت ساره بنت بقيتي دكتوره؟ ياه، السنين عدت وانا ما حسيتش بيكم يا بناتي. بناتك؟ انت ما تعرفش عننا حاجة يا بابا. يارا اختك فين يا بنتي؟ ومامتك عامله ايه؟ يارا اختي اشتغلت مهندسة في شركة مقاولات كبيرة، وماما ربنا يخليها لنا تعبت عشاننا قوي من بعد ما سبتنا وما بقتش تصرف علينا. ياه، بناتي اللي رميتهم في الشارع مع مامتهم، واحده دكتوره والتانيه مهندسه، وابني اللي عملت كل ده عشانه كل شويه اجيبه من الاقسام وبهدلني، وهو ومامته خدوا فلوسي. انا كنت فاهم غلط، كنت شايفكم مالكمش لازمه يا بناتي. ابني هو السبب في ان انا اجي المستشفى هنا. انا ظلمتكم، سامحوني، وظلمت في ريال معاكم. انا هعوضكم واكتب لكم اللي باقي من ثروتي عشان تسامحوني. احنا مش عايزين حاجة يا بابا، انا دلوقتي هكتب لك العلاج عشان تخف وتقوم بالسلامة، واحنا الحمد لله مش محتاجين منك اي حاجة.